مساء الفل عليكم في وقفة جديدة من كورة على الناصية. في الحقيقة أنا مبسوط من ردود الأفعال على الوقفتين اللي فاتوا، ودي حاجة بتشجعني جدا إن أكمل، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. هنتكلم النهارده عن ماتش الأهلي والبنك الأهلي، هنتكلم النهارده عن رقم جديد لكولر في الدوري المصري، وهنتكلم الأهلي محتاج كام نقطة عشان يتوج بلقب الدوري، وهنتكلم كمان عن حقيقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان وحقيقة رحيل محمد عبد المنعم، وهنتكلم عن المنتخب الأولمبي. وسام ابو علي ينفرد بصداره الهدافين ب 15 هدف، جاب جون في مباراه النهارده على نفس طريقه مباراه سيراميكا اللي فاتت. الصراحه ان احنا عندنا وسام دلوقتي، الاهلي بقى عنده مهاجم قوي، مهاجم سفاح زي ما بيقولوا، مهاجم بيقدر يسجل من اقل فرصه. بس برضه الحظ ما كانش موفق معاه النهارده في كور كتير. شفنا كلنا الكره اللي حسين الشحات عملها له من ناحيه الشمال وضيع بغرابه شديده. شفنا الهيد اللي عمله وسام، يعني كان التمركز بتاعه كويس بس ما كانش الفينش احسن حاجه. بس ان شاء الله وسام احنا متبشرين بخير جدا ان هو هيكون من اقوى هدافين الدوري المصري واقوى هدافين افريقيا، ومتوقع للاهلي 4 نقاط من اصل 5 مباريات للتتويج بلقب الدوري المصري. الاهلي فاضل له 5 ماتشات يحتاج منهم 4 نقط، 4 تعادلات بقى، فوز وتعادل ايا كان النتيجه. الاهلي محتاج 4 نقط لتتويج بلقب الدوري 44، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاهلي الى 75 نقطه ليحلق منفردا بصداره الدوري المصري. كولر اكثر من حقق فوز متتالي في الدوري المصري مع النادي الاهلي برصيد 18 مباراه. الاهلي يقترب وبشده في التعاقد مع اللاعب محمد علي بن رمضان اللاعب السابق لنادي الترجي التونسي لتعويض رحيل الدبابه الماليه اليو ديانج. انا شايف ان محمد علي بن رمضان هيبقى من احسن اللعيبه اللي ممكن تيجي وتعوض فعلا الدبابه الماليه اليو ديانج، زي ان اللاعب عنده امكانيات هجوميه، بيقدر يشوط، رؤيته للملعب كويسه، وده هيبقى جنب امام عاشور وجنب قفشه وعمرو السوليه ومروان واكرم والناس دي كلها، هيبقى هيأدي وهيبقى خط نص الاهلي في امان لسنين قدام. وصل عرض رسمي للنادي الاهلي من نادي نيس الفرنسي للتعاقد مع اللاعب محمد عبد المنعم بقيمه 2 مليون دولار، والنادي الاهلي متمسك باللاعب ومش عايز يفرط فيه. هو الصراحه يعني ما ينفعش لاعب زي محمد عبد المنعم، كواليتي ده مش كواليتي لاعب دوري مصري، هو حقيقته ان هو يحترف بره، بس هو لاعب وجوده في النادي الاهلي في الفتره الاخيره محسس النادي الاهلي بالامان. بيشيل غلطات، في شويه فزلكه، في شويه اخطاء منه، وغلطه الشاطر بألف زي ما قلنا قبل كده. بس محمد عبد المنعم كواليتي لاعب عالي جدا في الدوري المصري، وصعب ان هو يتعوض باي لاعب تاني. المنتخب الاولمبي ينفرد بصداره المجموعه ويتأهل إلى ربع النهائي ليواجه المنتخب الأورجواياني يوم الجمعة، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة فرنسا والأرجنتين. وفي نهاية وقفتنا يا رب تكون الوقفة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.